بالمناسبه امبارح بعد سحب بطوله افريقيا من غينيا بدأ التقدم لطلبات التنظيم يعني. فلقيت واحد بعت لي بيقول لي مصر مش هتقدم ولا ايه؟ مصر كانت منظمه 2019 يعني من 3 4 سنين. وفي دول شقيقه زي المغرب وزي الجزائر وزي غيرها بقى لها يجي 30 سنه ما قدمتش يعني. وحضرتك مفكر انه تنظيم بطوله افريقيا ده مثلا زي كاس مصر او حاجه نقدم ناخده؟ لا صعب يعني. فالمغرب سيتقدم رسميا، والمغرب مؤهل ومهيأ ومستعد الحقيقة، وعنده كل البنية التحتية للفوز بمثل هذه المناسبات الكبرى يعني. والصديق العزيز محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي قال ان اتحاد الكرة في بلاده بالفعل بيعتزم التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، وقال ان احنا هنتقدم بالفعل للاتحاد الافريقي عشان نستضيف هذه البطولة. الاتحاد الافريقي الحقيقة هيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن فتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة هذا الحدث الكبير يعني. عايز اقول لكم الحقيقة انه الجزائر تقدمت، يعني الجزائر كمان تقدمت، والجزائر ايضا مهيئة تماما لاستقبال مثل هذا الحدث الكبير يعني. بس انا ارجو انه يحدث يعني يحصل تنسيق يعني. اتمنى انه يحصل تنسيق، لانه دولتين عربيتين شقيقتين غاليتين عزيزتين علينا جميعا يعني. اتمنى ان يكون هناك تنسيق في هذا الامر يعني، وربنا ييسر الحال ان شاء الله والامور تبقى كويسه باذن الله. نقول يا رب ان شاء الله يعني. على فكره انا كنت موجود في البطوله اللي نظمتها المغرب سنه 88، كنت لعيب، و90 كنا تاهلنا على حساب زئير، بس الكابتن جوهري رفض ان احنا نروح نلعب وعمل لنا معسكر اعداد اوروبي استعدادا لكاس العالم. فشوف بقى المغرب من 88 والجزائر من 90. المغرب كانت خدتها مره وبعدين اعتذرت عشان الايبولا، وبعدين اتنقلت الى غينيا الاستوائيه، وحصل سوء يعني او حصل سوء تفاهم كبير ما بين الاتحاد المغربي في هذا التوقيت وعيسى حياته، وفضل لفتره طويله الى ان استعاد المغرب مره اخرى كل قوته في الاتحاد الافريقي. فانا بس بتمنى انه يحصل يعني نوع من انواع التوافق ما بين الدولتين الكبيرتين المحبتين واللي احنا محبين ليهم، المغرب